وصلت جدة مباشرة لصحيفة الرياضي في جدة ومع الحلو. آنستنا والله ونورتنا أبو تركي حبيبي والله. طبعا بعد ما اعتزلت الإعلام اجتمعت مع رئيس التحرير والقمر هذا حبيبي والله حبيبي. حصل شيء بقول لكم عليه. يلا. طبعا أنا باقي في عقدي مع صحيفة الرياضي 5 شهور. الصحيفة رفضت أنها تلغي العقد وأصرت إني أكمل. ولا تدفعوا تكح. لذلك إن شاء الله بكمل 5 شهور. وفي حوار سواه أبو عبد الله في سنابه. هبيت في الناس يخرب بيتك، هبيت في الكل أنت. على فكرة ترى لي 6 لعبنا على بلاي ستيشن خايف. يا عمي ما تقدر اخليك تلعب شوط كامل بيد لحالك كذا واجي وادقك وبرك 3 أهداف ليك كمان. اللي يبي يشوف الحوار اللي دار بيننا يشوف حساب ابو عبد. بس مو يجوا عندي وشتم زي تويتر. كيفك مالي دخل انا مالي. ايوه انتبه. ومع رئيس التحرير الاستاذ عمر الكاملي رئيس تحرير صحيفه الرياضي. يشرفنا عبد العزيز زيارتك لجده ولا الرياض بالتحديد. بيض الله وجهك بيض الله وجهك ابو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير والرضا والسرور. حديث سريع بخصوص مستقبلي الاعلامي. طبعا قد يجهل البعض أنني أعمل بعقد كإعلامي محترف في صحيفة الرياض. بمعنى آخر أنني لست كغيري لديه وظيفة ماخذ الإعلام كهواية أو مدخل رزق آخر. ولأنني قررت اعتزال المجال الإعلامي بناء على رغبة الوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها، كان لابد من إبلاغ صحيفة الرياض رسميا بذلك. طبعا وصلت أمس إلى جدة واجتمعت مع الأستاذ عمر الكاملي رئيس التحرير، واجتمعت مع الأستاذ طلال عبد الله نائب مدير التحرير. ما راح أتحدث عن التفاصيل اللي حدثت، ولكن يعلم الله أني أنا شخصيا ما لي رغبة بترك المجال الإعلامي، ولكن حينما يرتبط الأمر برضا الوالدة الله يطول بعمرها فكل رغباتي تكون تحت قدميها. المسؤولين في صحيفة الرياضي جزاهم الله خير تفهموا لوضعي، وانتهى الاجتماع اللي حضرت من أجله على ما يلي. عقدي مع صحيفة الرياضي باقي عليه تقريبا 5 شهور. اتفقنا على أن احنا نكمل هذه المدة. ختاما أشكر المسؤولين في صحيفة الرياضي على ثقتهم الكبيرة فيني، وكل اللي أقدر أقول لهم شكرا من كل قلبي على هذه الثقة. شكرا.